السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أبرز العناوين: العثور على جثة شرطي بقناة صرف صحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آخر مستجدات أخبارنا لهذا اليوم، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة يومه الخميس 2 مارس الجاري، وذلك لتحديد وظروف وملابسات اختفاء موظف شرطة في ظروف تحتمل شبه إجرامية. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فقد اختفى موظف شرطة يعمل بفرقة المرور بمنطقة أمن الرحمة بالدار البيضاء مباشرة بعد انتهائه من مهامه مساء أمس الأربعاء، مخلفا وراءه كاميرا وظيفية محمولة ونظارة شخصية تم العثور عليها وهي تحمل بقايا آثار الدماء. وقد مكنت عملية المسح والتمشيط التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بالتنسيق مع عناصر الدرك الملكية من العثور على جثة متفحمة داخل قناة للصرف الصحي بالقرب من دوار الخضارة بضواحي حد سوالم، والتي يشتبه في كونها لموظف الشرطة المختفية، خصوصا بعدما تم العثور بمسرح الحادثة على أصفاد مهنية وبقايا من صدريته الوظيفية. ويعمل خبراء الشرطة العلمية والتقنية حاليا على التحقق من هوية الضحية بالاعتماد على بصماته الجينية، بينما يواصل ضباط الشرطة القضائية أبحاثهم الميدانية وانتداباتهم التقنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أول بأول على قناة أخبار اليوم. ليس أمرا وإنما فضلا. إلى اللقاء.